استاذه ريهام اتفضلي يا فندم. الو. ايوه. الدكتور علي جمعه، انا محتاجه حضرتك جدا، يعني يا ريت حضرتك تساعدني على قد ما تقدر لو سمحت. انا متجوزه بقالي كتير، بقالي 11 سنه ومحجبه من زمان. انا مش محجبه يعني حجاب كويس قوي، يعني حجاب يعني بلبس بنطلونات وكده يعني، بس محجبه على قد ما اقدر. وبعدين جوزي بقاله من حوالي 4 سنين طلب مني ان انا اقلع الحجاب، وطبعا انا رفضت وكان الموضوع كبير وكده. وبعد كده بعديها بشويه جه قال لي انا قلت لك الكلام ده عشان انا حسيت ان انا بتشد لستات تانية وانا مش عايز اسيبك والبيت وكده. بدأنا نتناقش كتير، بقالنا 4 سنين. وبعدين بدأت ان انا رحت قلت لمامته وباباه يعني وكده. في الاول طبعا قالوا لا وقعدوا اتكلموا معاه، بعد كده قعدوا قالوا لي معلش اسمعي كلامه وهو بعد كده هيهدى تاني وارجعي البسي الحجاب وكلام كده. وبعدين كلمت برضو بابايا. في الاول برضو بابايا صار وقال لي لا وما تسمعيش كلامه وده الحجاب، وحتى لو حجابك مش صح بس ما تقلعهوش. وبعد كده بابايا لما لقى الموضوع كبر وجوزي قال لي لو انا مش هعمل حاجه غلط، لو انت مش عايزه تشيلي الطرحه احنا ممكن ننفصل. وانا عندي اولاد. للدرجه دي؟ بعد كده بابايا قال لي لا ولادك وبيتك وفكري بالعقل وانا مش عارفه اعمل ايه. انا بجد مش عارفه اعمل ايه. انا جوزي يعني غير موضوع الحجاب ده يعني كويس بر باهله وبر باهلي انا كمان، وكويس في كل حاجه. بس انا مش عارفه اعمل ايه بجد. الناس قالوا لي ان انا كده هخرب بيتي لما اتمسك بحجاب، وناس تانية قالوا لي اسمعي كلامه ولو مؤقتا، هو اللي هيشيل الوزر مش انت اللي هتشيلي الوزر. انا مش عارفه اعمل ايه، وبقالي 4 سنين ودلوقتي انا مش عارفه اخد اي قرار ومش عايزه اخرب بيتي. اهدي بس يا استاذه ريهام، ان شاء الله كل حاجه تتحل باذن الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله خير. حاضر خليكي معانا بعد اذنك. طيب ما انا بعز حضرتك الاستاذه ريهام يعني كان نشوف الحاجه نهى. بالنسبه للاستاذه نهى، هي بتعمل كده الصح، يعني هي بتعلم البنت والبنت بتضحك وهي راكعه ولا ده شأن الطفوله. ولو قدرت في انها برضو تاخدها الى المسجد في صلاة جمعة، في صلاة كذا، كان في مساجد فيها سيدات تروح معاها وتلعب زي ما هي عايزة وكده الى اخره، ولكن هذا هيعمل ليها ذاكرة جيدة جدا بالسياسة، وزي ما هي ماشية معاها بالظبط. ما فيش اضافه هي قالت زي ما علمني ابويا الصلاه عايز اعلم حفيدتي الصلاه، وزي ما علمنا اولادنا الصلاه. ولذلك الصلاه هي بتاتي من التعود اكثر من اي حاجه تانية، لكن بتعلم في الانسان، وبتعلم في الانسان كمان انها بتمنعه من الدخول في في متاهات اخرى. الأستاذة ريهام يعني في الحقيقة أنا بتعجب من هذا الرجل الذي يريد أن يكشف زوجته على الناس. شيء غريب ومرض موجود لدى بعض الناس، وهذا مرض خبيث. وأنا بنصح ريهام أن هي ما تخلعش الحجاب. تمام. وتصبر على هذا. تمام. لانه الطريقه دي في المجتمع هي طريقه بتسري. يعني لما هي تخلع الحجاب وده يخلع الحجاب صاحبه هيجرب ويضغط على مراته وهكذا هي تسري. وهذا الرجل هي تدعو له بالهدايه، لانه الرجل ده ضال، والرجل ده في حاجه عنده لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، انه يعترض على امر مجمع عليه بهذه الكيفيه بلا اي مبرر. عايز ايه يعني؟ عايز يعني بيتكسف منها في ايه؟ عشان ما يبصش لغيرها يعني. هي بتتحجب جوه البيت. مش عارف يا ريهام، لو كنت بتتحجبي جوه البيت ما تبقيش تتحجبي. شيء غريب. طب ما هي بره وتزيني له كما يشاء. هو علشان ما يبصش لغيرها، يعني هو ده هي الحجاب ده وهي خارجه بالظبط، مش الحجاب وهي في البيت. فيبقى عشان ما يبصش لغيرها في ايه؟ هذا الكلام يعني يصل الى حد الهذيان.
طب ممكن مولانا عفوا يعني فكره ايه ان ممكن غير المحجبه هو شايف من وجهه نظره انها بتهتم بنفسها اكتر وانها في بيتها هتبقى زي ما موجوده في الشارع، في حين ان المحجبه بتخرج يعني ايه ممكن بتستسهل شويه، ما بتهتمش مثلا بشعرها او بعض التفاصيل في البيت، بتبقى الامور يعني عاديه. فممكن ده اللي يكون قصده تهتم بنفسها شويه. ما يعني على كل حال انا ما دخلتش في نياتي، لكن نعم. لو كان ده قصده يبقى النصيحة الى ريهام ان تهتم بنفسها في البيت. نعم. وما تخلعش الحجاب. نعم. تزيد من اهتمامها نعم. في البيت. نعم.